بسم الله الرحمن الرحيم. الأول علشان محدش يزايد، احنا ضد إدارة الإخوان الفاشلة للبلد، علشان هما فاكرين إن هما صح وكل الناس غلط. هما اللي بيفهموا وكل الناس خرفان، لكن بالشكل ده وبالناس اللي بتموت كل شوية تقريبا خلاص عرفنا مين الخرفان. لكن النهاردة هنقول كلمة حق. كان في خبر انتشر يوم الثلاث الساعة 11 الظهر على صفحات الفيسبوك إن صفوت حجازي طلع بتصريح وقال ان حادثة قطار البدرشين لا تستحق كل هذا الاهتمام. ده الكلام دوت انتشر على الفيسبوك تقريبا الساعة 11 الظهر، لكن الخبر نزل قبل كده في مواقع كتير. على سبيل المثال وليس الحصر، مثلا موقع محيط يوم الثلاث الساعة 8 الصبح نزل الخبر دوت. صفوت حجازي بنفس المنشط اللي انتوا شايفينه، نزل تقريبا في نفس اليوم الثلاث الساعة 5 المغرب خبر في مصراوي ان صفوت حجازي بينفي التصريحات ديت، وقال انه ايه، ان هو ما قالش باي تصريحات، واللي عنده فيديو يطلعه. احنا في موقع ايجو اب الناس نزلت فيديو حوالي الساعة مثلا 6:30 من برنامج جمال عناية على الاوربت، ان صفوت حجازي اتكلم وقال ان ده كل ده كلام كذب، وادمن 6 ابريل مباشر ده كذاب، وانا ما طلعتش بتصريحات على قناة مصر 25. تمام. الكلام ده كله كان يوم الثلاث يوم 15/1/2013. طبعا جات المشكلة بتاعت النهاردة بتاريخ 16/1 يوم الاربع مع محمود سعد. كان محمود سعد مفروض عدى 24 ساعة على الحدث دوت، كان مفروض فريق الاعداد بتاعه يدور هل صفوت حجازي قال الكلام ده ولا ما قالش. طبعا احنا هنسيب لكم الفيديوهات والحكم ليكم، واحنا عملنا كده عشان عندنا ضمير مش مجرد خرفان. شكرا. وانت تعلم ان القطاع متهالك، فالسؤال هنا ماذا فعلت لتتحمل المسؤولية؟ الغريب ان كل واحد يقول لك ايه، وقد وجهنا إيه الامر لكي نعلم المقصرين. هتبقى عاملة زي قطر العياط ولا قطر البتاع الصعيد، انه في الاخر ترسي على السواق وعامل المزلقان، لان دول الحيطة المايلة، دول الحيطة الواطية اللي اي حد يقدر يطلع فوقيها. فين المسؤولية السياسية كما قال السيد الرئيس في استجوابه عن قطار حينما كان رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس الشعب؟ وللأسف بقينا بنقول نفس الكلام تاني نفس الكلام. لسه ما خلصناش على فكرة. 10 صيادين ميتين من يومين وما فيش غير الجثتين او 3 اللي طلعوا، والنهاردة بنتكلم على 18 و107 مصابين. وبالمناسبة في اتوبيس في 13 طفل اصيب النهاردة واحنا ماشيين على الطريق. المسؤولية مسؤولية مين؟ ايوه، في مسؤولية مباشرة وفي مسؤولية سياسية. المسؤولية السياسية تشمل الجميع، من اول رئيس الحكومة الذي اخذ يعني في متابعة الحادث ووجه وفعل وتبرع بالدم. كتر خيرك يا دكتور قنديل، كتر خيرك. بس هو مش ده السؤال. السؤال عملتوا ايه عشان تحافظوا على ارواح ولادنا المصريين؟ ايه الاجراء اللي انتوا عملتوه؟ قولوا لي ايه الاجراء اللي انتوا عملتوه علشان تحافظوا على ارواح ولادنا المصريين؟ واحنا معانا على الهاتف الدكتور صفوت حجازي، اتاكد منه من التصريح المنسوب اليه. مساء الخير يا دكتور صفوت. استاذ جمال، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. دكتور صفوت، هل قلت يا دكتور صفوت انه هناك مبالغة في الاعلام في تغطية حادث القطار؟ اولا زي حضرتك وكل المشاهدين بتوع حضرتك. الحمد لله يا فندم. الله يخليك. انا لم اعلق اطلاقا على حادث القطار، والكلام اللي اتنشر على لساني على صفحة مباشر 6 ابريل ده كذب، والادمن اللي كتب الكلام ده على الصفحة كذاب. ولو هم عندهم الكلام ده على اي مداخله، المفروض ان هي على الاقل يا اما تبقى صوت وصوره يا اما مداخله تليفونيه. مظبوط، صح. فيذيعوها، يذيعوا المداخله التليفونيه اللي حصلت على مصر 25 زي ما بيقولوا. وده لن يحدث، لان انا ما عملتش اي مداخله مع اي حد ولا علقت التعليق ده اطلاقا. التعليق الوحيد اللي انا علقته في جورنان المصري اليوم ان انا طالبت بوضع مشروع قومي
لتطوير او لاعاده انشاء او لعمل سكه حديد جديده صح. غير اللي موجوده دلوقتي بقطاراتها بمزلقاناتها بكل الكلام اللي موجود. لكن انا لم اعلق اطلاقا ولم استهين بالحادث. دم اي مصري ما هواش بسيط، والاهمال من اي حد حتى لو هو من رئيس الجمهوريه او من عامل مزلقان ما هواش بسيط، ولم اعلق اطلاقا هذا التعليق. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت، بس انا ما بحبش ان انا اردد شيء من دون ان اتثبت منه 100%، فبشكرك مرة تانية على هذا الايضاح. انت لم تقل هذا التصريح ولم لان انا دورت الحقيقة عليه، ودي مسألة ملهاش علاقة اذا كنت انا متفق مع الدكتور صفوت او مختلف معاه، لكن فيما يتعلق بمسألة المعلومات يجب ان يعني دي مسألة ما فيش فيها خلاف، اما انه حدث او لم يحدث. والدكتور صفوت بيقول نفى الموضوع برمته، وبيقول ان دم اي مصري دم غالي. طالب بمشروع قومي لاعادة انشاء هيئة سكة الحديد الجديدة ومحاسبة المسؤولين اذا كان رئيس الجمهورية او عامل المزلقان. وما اعرفش الحكومة قاعدة ازاي، يعني كان لازم حادثه زي دي تشيل الحكومه بقى، مش وزير النقل. وزير النقل لسه جاي جديد، ما نقدرش نلومه على حاجه صراحه، ده بقى له اسبوعين مهما كان جن يعني مش قادر يعمل حاجه. انما كان فرصه ان تتشال فيها الحكومه، ده اللي انا كنت افهمه الحقيقه. انما لما يكتب الشيخ صفوت حجازي على تويتر انه دي حادثه بسيطه وما فيش فيها مشكله، او كتب حاجه زي كده، يعني الحادثه كتب ايه؟ الحادثة ما تستحقش الاهتمام ده كله، رايح فيها 19 شاب زي الورد من الشباب المصري مجندين في الأمن المركزي، وما تستحقش. ادي جت عمارة اسكندرية 24 واحد لغاية دلوقتي، وقالوا لي ان في صور في عمارة اسكندرية ولا مش جاهزة دلوقتي. نازل الشيخ صفوت حجازي لانه اتضح انه ما قالش الكلام ده، هو معانا على التليفون. شيخ صفوت، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا عرفت ان حضرتك ما قلتش الكلام ده، انا كنت هقول بس قالوا لي حضرتك هتكون داخل معانا في المداخله، ده شيء جميل جدا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا دكتور صبري؟ حقيقه انا يعني حزين لحاله الاعلام اللي احنا فيها، وحزين لحاله الاعلام اللي حضرتك اتكلمت فيها تحديدا يا استاذ محمود. المفروض حضرتك صحفي وصحفي كبير، ما انت صغير، وكنت رئيس تحرير مجلة الكواكب، وراجل يعني ما حدش ينكر ابدا الدور بتاع حضرتك. المفروض الاستاذ محمود سعد يبقى مبنيا صحفي كبير. صحفي الكبير قبل ما يقول خبر بيتاكد من صحه الخبر. ما احنا متاكدين انه اتقال في قناه 25 قناه زميله. حضرتك يعني هو لما قناه زميله، قناه اولا لما تبقى يا دكتور صفوت قناه زميله وقناه بتشتغل بتاعه الاخوان المسلمين وتناقلت المواقع كلها الخبر، وحضرتك ما كذبتش طول النهار. لا معلش، عامل ايه انا؟ بعد اذن حضرتك قناه مصر 25 ما قالتش الكلام ده نهائي. انا لم اظهر على قناه مصر 25. لا مش انت اللي قلته، القناه قالته من على تويتر. لم تقله. طب هقول لسيادتك حاجه عشان نريح الاطراف كلها. انت سيادتك قريته امتى؟ سمعته امتى؟ طب خلينا اكمل كلام. لا معلش، ما ترد عليا. طيب سمعت الساعه 11 الصبح. ما ردتش عليه ليه من ساعتها؟ 12 الظهر. رديت عليه الساعه كام؟ رديت عليه الساعه 1:30 الظهر. احنا ما شفناش الرد بقى، معلش حقك علينا، يبقى حقك علينا وبنعتذر لك يا شيخ صفوت. يا استاذ محمود حضرتك ما شفتش الرد، دي مش مشكلتي. سواء رديت او انا ما رديتش، حضرتك يجب ان تتاكد من الخبر قبل ان تقوله. انت ناوي تربيني يعني؟ اوكي اتفضل. ناوي تربيني يعني؟ تربيني زي ما انت عايز. حاضر. انا قلت لك ان احنا متاسفين وما سمعناش الخبر، ومفيش حد كبير على التربيه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ حضرتك تحت امرك. انا عاوز اقول لحضرتك خليك يا استاذ محمود رجل كبير في اعيننا كما انت كبير. متشكر. ما ينفعش ابدا يا استاذ محمود، ودي مش اول مره حضرتك تنقل اخبار غير صحيحه. لا ما انا ما بنقلش، انا ما بنقلش اخبار كاذبه يا دكتور صفوت.
لا انت نقلت اليوم خبر كاذب يا استاذ محمود. النهارده نقلت حاجه وقالوا لي الدكتور صفوت حجازي عايز يصلحها، فقلت لهم تحت امره، احنا اسفين وبنعتذر. ايه تاني؟ لم تكن لتدخلني الا ان انا اتصلت برئيس القناه، بصاحب القناه. صاحب القناه اتصلت بيه قلت له انتوا بتكذبوا. لا من قبل ما اعرف حكايه صح، انا ما اعرفش انك اتصلت بصاحب القناه، انا ما اعرفش. لان انا حاولت، لان صاحب القناه مش في مصر. انا عارف انه مش في مصر. انا ما اعرفش انك اتصلت بصاحب القناه، وانا ما بشتغلش عند صاحب القناه، ولقيته هتوقعني في الراجل. دكتور صفوت ردك تحت امرك، اتفضل قوله. استاذ علاء ردك اتفضل قوله. استاذ محمود بعد اذن حضرتك، الخبر كاذب اللي انا قلته. اوكي تمام، انا متاسف. تحت في حاجه تانية؟ يعني ايه؟ يعني في حاجه تانية طلبات عند سيادتك؟ انا عاوز حضرتك تبقى كما انت يا استاذ محمود. لا مالكش دعوه بيا، سيبني في حالي بقى، انا زي ما انا كده، انا زباله. شريف. لا سيبني في حالي، سيبني في حالي، مالكش دعوه بيا. انت سيادتك عايز ترد على ان الخبر مش صحيح، رديت وسمحنا لك انك ترد. انما انت بتهددني بصاحب المحطه والكلام اللي ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا كل كلامكم كده. قوي ان قناه النهار قناه كبيره بيشتغل فيها ناس كبار بنحترمها وبنشوفها، عيب ان هي تنقل اخبار كاذبه. يا دكتور صفوت، الخبر كان موجود على تويتر، احنا ما نقلناش خبر كاذب. الخبر كان موجود على تويتر من الصبح، ما نقلناش خبر كاذب، ما الفناش خبر. وبعدين سيادتك بندي لك فرصه انك ترد، مش تدينا درس في الاخلاق. خلاص يا دكتور صفوت، شرفتنا. دكتور صفوت حجازي، شكرا جزيلا. رد